السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة ان شاء الله. رجعنا لكم تاني في يوم جديد وفي فيديو جديد من فيديوهاتنا المتميزة، وان شاء الله هنتكلم مع بعض النهاردة في خطوات مهمة جدا عشان خاطر توصل للصورة اللي انت شايفها قدام حضرتك دي. احنا الحمد لله حققنا شروط الربح من الانترنت، والقناة بتاعتنا خلاص هنقدمها لجوجل ادسنس عشان خاطر يبدأ ينزل عليها اعلانات. طبعا انا مش جاي في الاول كده اقول لك ان انا هخليك تعمل الموضوع ده في خلال يوم ولا اتنين وتلاقي نفسك جبت ال 4000 ساعة مشاهدة، وتلاقي نفسك جبت ال1000 مشترك المطلوبين، ويقول لك خلاص يا باشا يلا بينا خد المفتاح السحري اهو وعيش حياتك وابدأ وبتاع وكده. لا طبعا، الموضوع بخطوات وبجهد وبتعب. انا طالع احكي لك تجربة شخصية. انا عملت ال 4000 ساعة وال1000 مشترك في حدود 6 شهور. 6 شهور من الشغل. طيب ايه هي العوامل اللي انت تركز عليها؟ سيبك بقى من اللي يقول لك اشتغل غير شرعي، واللي يقول لك اشتغل مش عارف بايه وبايه، وحاجات اللي هي المخفيه والكلام اللي احنا بنسمعه على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب. الحاجات دي كلها ممكن تتكشف وممكن قناتك تتقفل في خلال لحظه، فما تجازفش بشغلك. اول هذه العوامل او العامل الرئيسي اختيارك للمحتوى الجيد. ده رقم واحد. لازم تختار محتوى جيد، ولازم تكون انت من جواك على يقين ان المحتوى بتاعك ده محتوى جيد. تمام؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، الاستمرارية في تنزيل الفيديوهات. ما تقطعش، ما تيأس، ما تقولش لا انا خلاص انا نزلت فيديو 2 3 خلاص انا كده مش عايز، مفيش مشاهدات وبتاع ومش عايز. لا، ما تقولش كده، مشاهداتك هتيجي. رقم 3، انك انت تعمل صورة مصغرة كويسة، وانك انت تسجل بصوت كويس، وانك انت تسجل بكاميرا كويسة. وهنا مش شرط تكون اعلى حاجة واعلى شغل، لا طبعا، ممكن بحاجات بسيطة توصل لحاجة زي اللي انتوا شايفينها دي. انا هنا بصور بكاميرا موبايل ومايك رخيص نسبيا، وحاطط خلفيه قماش ورا مع شويه ليد كده وشويه لايت. ظبطت الدنيا. انا يعني تقريبا مش راضي تماما عن الشغل اللي انا فيه ده، ولكن الى حد ما انا ببدا اطور نفسي واحده واحده، وفي الايام اللي جايه هنتطور اكتر واكتر. بس في ناس بتصور بطريقة عشوائية، الصورة جودتها وحشة جدا، الصوت منغمش ومخروش وفي دوشة وكده. المشاهد عاوز يتفرج على محتوى جيد، وفي نفس الوقت يكون صوت حلو وصورة حلوة والدنيا حلوة. فلازم تهيأ له الكلام ده كله مع بعضه عشان خاطر يسمعك ويتفرج عليك لأطول مدة ممكنة، وفي نفس الوقت تحصل انت على عدد الساعات اللي انت عايزها. طيب ايه اللي بيخلي المشاهد يضغط اشتراك في القناة؟ ايه السؤال ده لازم تسأله لنفسك. انا المشاهد هيضغط عندي اشتراك في القناة ليه؟ لازم اكون بقدم محتوى بيستفاد منه المشاهد. المشاهد اللي هو قاعد دلوقتي بيشوفني وبيسمعني وبيتفرج على كلامي وبيسمع الفيديو بتاعي، لازم انا بكون اقدم له حاجة تفيده لما يدخل عندي يتفرج على ال10 دقايق او ال7 دقايق او ال5 دقايق او ايا كان المدة بتاعت الفيديو. المشاهد استفاد. عشان خاطر المشاهد استفاد فهيشترك في القناة عندك، عشان خاطر هو عايز بعد كده يمشي وراك ويسمع الكلام اللي انت بتقوله، لان هو استفاد من فيديو واتنين قبل كده. على فكرة ممكن المشاهد يتفرج على قناتك مرة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة، ويشوف لك فيديو واتنين وتلاتة واربعة وخمسة، وما يشتركش غير فيديو كده ايه هتلاقيه علق معاه وفي ذهنه وعجبه الفيديو وعجبه، وكان مثلا بيدور على حاجة مهمة وانت لقاك انت بتقدمها،
فقال لك بس خلاص انا القناه ديت انا حبيت الانسان ده وحبيت المقدم المنشئ المحتوى ده، وانا هشترك عنده في القناه عشان اتابع الفيديوهات اللي بعد كده. يبقى انت تستمر في انشاء الفيديوهات او انشاء المحتوى الجيد، مش فيديو واتنين وترجع وتلغوش وتجلون، لا، انت افضل مستمر على شغلك. الحاجة الأخيرة الشغف. الشغف مهم جدا، والمفروض ده كان يكون رقم 2 كمان. الشغف مهم، لازم يبقى انت عندك شغف من جواك انك انت بتقدم محتوى للمشاهد. يعني انا قناة اسمها الفهيم، انا بفهم الحاجة وبفهمها لك، عايز افهمها لك، انا عندي معلومات فاهمها وعايز افهمها لك. ولما حد بيتواصل معايا وبيسألني على سؤال انا ما بكونش عارفه، انا بروح ابحث عن السؤال واجيبه واشرحه وافهمه واشرحه لك، او اطلع اشرحه في فيديو بطريقه سلسه وبسيطه تقدر انك انت تستفاد بيها. اهم حاجه يكون انت عندك حب التصوير وحب الوقفه قدام الكاميرا والكلام، ويكون عندك محتوى كويس عايز تفيد بيه الناس. ده اهم الخطوات. فلو عملت الباكج ده كله على بعضه، صدقني ممكن في اقل وقت توصل لل4000 ساعة مشاهدة و1000 مشترك. ممكن بعد شهر، ممكن بعد شهرين، ممكن. انا قعدت 6 شهور، 6 شهور بنزل فيديوهات على القناة وبتعب عليها جدا، والحمد لله بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى ودعمكم ليا ومشاهدتكم لفيديوهاتي وصلت بطريقة قانونية بنسبة 100%. ده بقى اللي انا بتكلم فيه، ان في ناس بتروح تشتري ساعات وفي ناس بتشتري مشتركين. الكلام ده كله يا جماعة غلط. غلط. ليه غلط؟ لانك انت عملت حاجة غير حقيقية. انت عملت وهم، انت اشتريت الوهم بمعنى اصح. وهم لما تيجي بعد كده تنزل فيديو مش هتلاقي عليه تعليقات، مش هتلاقي عليه لايكات، مش هتلاقي عليه اصلا مشاهدات، لانك انت ما عندكش جمهور. انما انت لما تبني جمهور من البداية ويفضل الجمهور ده بيتصاعد وبيزيد وبيطلع معاك، يبقى هي ديت النتيجة. هتلاقي نفسك بعد كده لما تنزل فيديو يبقى بيكون عليه مشاهدات وبيكون عليه تعليقات وناس بتخش تحمسك وتقول لك كويس وتسألك وتجاوبهم، تكون في تواصل وكونكت بينك وبين المشاهد اللي بيتفرج عليك وبيسمعك ومشترك عندك، يبقى انت كونت جمهور. ده الخلاصة بتاعت ازاي انا وصلت، او ازاي انت توصل كصانع محتوى لسه مبتدئ على اليوتيوب، ازاي توصل ل 4000 ساعة و1000 مشترك بالخطوات اللي احنا اتكلمنا عنها. صدقني والله العظيم ما هتلاقي حد يقولك الكلام ده. والله صدقني لو عملت كده هتوصل للي انت عايزه، وهتوصل في وقت قياسي. يعني انا ما احبطتش، انا كنت بنزل فيديوهات، انا كنت بنزل فيديوهات على مشاهدتين 3 4 5، وبرضه صممت ان انا انزل، وفي فيديوهات عندي ما شاء الله معديه ارقام. في الوقت الحالي انا بكلمك لسه انا عندي 1000 وما جبتش 1300 مشترك لحد الان يا دوبك. بس في قنوات، في فيديوهات لسه. بس انا قصة الاحباط وقصة ان انا لا، انا خلاص انا اصلا مش داخل اصور واعمل فيديو ومحتوى عشان خاطر بعد كده ابدأ المشوار وبعد كده اقف. لا، انا عايز اكمل المشوار وابدأ بقى. ومن هنا لحظة الانطلاقة، خلاص انت كده وقفت وحققت شروط الربح من الانترنت ومن اليوتيوب. بعد كده ابدأ بقى طور في نفسك وطور في قناتك وطور وكثف جهدك واشتغل اكتر من اللازم. فعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، دي كانت الحلقة بتاعتنا النهاردة. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، واشوفكم ان شاء الله في يوم جديد وفي فيديو جديد.